اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اتصور انه دي لحظه فارقه او لحظه هامه جدا، لانه هنظل في نفس الحديث، في نفس المنوال، في نفس الكلام. لما بتتكلم عن ظاهره وبتتكلم عن خطوره، في البعض بيتقبل وفي البعض بيرفض. المشكله ان احنا في مجتمع اصبح الرفض فيه اكثر بكثير من التقبل، واصبح الهدوء فيه شيء صعب للغايه. يعني انا مثلا متصور لو واحد مكاني قاعد في القعده دي، ممكن تبقى خناقه وممكن تبقى عركه وممكن تبقى مشكله وممكن تبقى مصيبه. لكن الطبيعي جدا انك تسمع الراي والراي الاخر، واذا كنا بنتكلم على اعلام، واذا كنا بنتكلم على احترام، واذا كنا بنتكلم على راي وراي اخر، فتصور ان ده اللي لازم يحصل. وبالتالي هو الراجل قال لك هذه خيانه بالنسبه لي، وخيانه لزملائي، وخيانه للتحرير، وخيانه لمسبيرو، وخيانه لمحمد محمود، وخيانه للشيخ ريحان، وخيانه وخيانه وخيانه. فمن الافضل انه ما يستمرش في الخيانه مع لزملائه او لاصدقائه او للثوار اللي هو شايف ان هم ثوار موجودين في اي مكان من اماكن مصر. انا لست في حل للدفاع عن نفسي، ولا انا اتكلم ولا انا اقول، وانه الالفاظ اللي قالها الاستاذ محمد وكلمه كفار وكلمه مش عارف ايه وكلمه ايه، اعتقد ده كلام لم يرد ولن يرد في يوم من الايام على لساني. لكن ما زلت اؤكد ان لدينا تعصب وتعصب بالغ في مصر، وما زلت أؤكد أن هذه الظاهرة ستؤدي بنا إلى ما هو أكثر مما حدث. إذا كنا بنتكلم النهاردة على 75 والبعض بيقول لا 130 والمعلومة كنت واخدها منه، فأتصور أنه القادم سيكون أسوأ. وأنه إذا كان زي ما كنت بقول قبل ما نطلع الفاصل أنه جماهير الأهلي بتقدر تعمل سيطرة على نفسها وجماهير الزمالك شوية، لكن المتعصبين في خارج الأهلي والزمالك ما بيقدروش يعملوا الكنترول. من هنا بيحصل الشجار، بيحصل الضرب، بيحصل العنف، بيحصل سقوط ضحايا. وأول من حذر من سقوط ضحايا كان هو العبد لله، وأول من قال أننا سنفيق على كابوس مريح، سنفيق على كارثة مروعة، كان العبد لله. وأول من نبه وطلب من الألتراس نفسهم أن هم يطهروا نفسهم، لأن في البعض منهم واخدها بعدوانية، واخدها بعنف، واخدها بوحشية. وهذا ما حدث في بورسعيد، وهذا ما سيحدث بعد سنوات أخرى، وسنلطم الخدود من جديد عما حدث وعما سيحدث. لأن احنا بعد شوية هنرجع ننسى ونرجع نقول، ويطلع حد برضه، لأنه حامل الشعارات كثيرين والحنجريين كثيرين، واللي بيقدروا يستغلوا تعاطف الشعب والقصة اللي مع الشعب أعتقد كثيرين، بل كثيرين جدا. من هنا أتمنى وأرجو وأصلي وأدعي ربنا سبحانه وتعالى انه لابد ان نصل الى حلول، لابد وان نصل الى حلول. اتصور ان امبارح كنا قدام النادي الاهلي وكان معانا ما لا يقل عن 20 من اهالي الشهداء، وكانوا بيثمنوا ما نفعله وما نقدمه من اعلام هادئ وهادف ومحترم، يدعو الى التشجيع والى الحماس بلا تعصب، يدعو الى الحب والى الانتماء بلا تعصب، يدعو إلى الوقوف خلف النادي أو خلف المنتخب أو خلف الفريق بلا تعصب. وستظل هذه الرسالة، ستظل هذه الرسالة، لأنه الجواب بيبان من عنوانه. ممكن يتوه شوية لكن بيصل في النهاية. وللأسف لما وصل الجواب كان الضحايا كثيرين جدا، كان الضحايا، كانت الأزمة، كان اليوم أسود على مصر كلها من أولها لآخرها. اللي في بورسعيد قبل اللي في القاهرة، واللي في القاهرة قبل اللي في الإسماعيلية، واللي في الإسماعيلية قبل اللي في المحلة. على فكرة وليد عبد السلام رئيس تحرير وهو مدخله، انا قلت له انا متأكد انه هيتكلم وهيقول وهيسبني انا شخصيا. قال لي لا يا كابتن، قلت له انا متأكد هذا الكلام، وهيقول كلمتين ودقيقتين وهيطلع. ومع ذلك لاحترام النفسي واحترام البرنامج واحترام حضراتكم كان لازم يقعد وياخد فرصته كاملة. والدليل لما بتدخل مكالمات هاتفية حتى بتهاجمنا احنا بعنف، بنخليها تكمل حتى النهاية. والدليل ان الكل الان بيزايد. واحد من بورسعيد عضو مجلس الشعب طالع يزايد وعمال يتكلم ويقول اصل انت اهلاوي وبتدافع عن بتوع الاهلي وعشان النادي الاهلي. واحد تاني على فكره محمد زملكاوي مش اهلاوي برضه طالع بيقول نفس الكلام. اتصور انه احنا قدام، احنا على المحك، يا اما نكمل ونلحق ما تبقى، يا اما ما نكملش، يا اما نشوف الدنيا شكلها ايه وما تبقى في هذا البلد ونحاول بقدر الامكان نحط ايدينا في ايد بعض، يا اما ما نكملش. احنا في ازمه عنيفه،
احنا في قصه واضحه، احنا ما حدش عايز يسمع حد. الناس كانت بتتكلم على حريه، يا تتكلم من وجهه نظره يا ما تتكلمش. الناس بتتكلم على رايه وراي اخر، يا تتكلم من رايه هو يا اما ما تقولش. يا اما تقول ان الضرب اللي في المدرجات ده صح، يا اما تقول السباب اللي في المدرجات ده صح، تقول السحل اللي في الشوارع ده صح، تقول الايذاء اللي موجود ده صح، تقول السواق الميكروباص اللي بيتقتل في الشارع بعد استفزاز ما بينه وما بين سواق والاثنين، وما بينه وما بين عربيه والاثنين بيضربوا بعض في النهايه تصل الى ضرب النار ده صح، تقول الهمجيه اللي موجوده في الشارع صح، تقول الدعوه لعصيان مدني صح. اذا قلت ده وحطيت اليافطه على صدرك الناس هتعمل لك تمثال. اذا ما قلتش ده هتبقى انت اللي كافر، وانت السبب، وانت اللي وصلتهم، وانت اللي قتلتهم، وانت اللي موتهم، وانت وانت وانت. محدش لا هيزايد لا على جمهور الاهلي ولا على جمهور الزمالك ولا على جمهور الاسماعيلي ولا على جمهور الاتحاد ولا على جمهور المصري ولا على جمهور المحله. احنا اللي صرخنا يوم ماتش الاهلي والمحله، واحنا اللي اشدنا بالسلوك الرائع لجمهور النادي الاهلي، وكان موجود عندنا مسجل بالصوت والصوره من الحلقات. احنا اللي صرخنا يوم الاتحاد وادي دجله، واحنا اللي صرخنا يوم الزمالك وادي دجله، واحنا اللي صرخنا يوم الاسماعيلي والمصري. عايزين نطلع اقول ان اللي حصل من اقتحام للملعب في ماتش الاسماعيلي والمصري كان صح؟ خطأ ومليون خطأ. خطأ ومليون خطأ. عايزين نطلع اقول ان اللي حصل يوم الزمالك والشرطه واقتحام للملعب كان صح؟ خطأ ومليون خطأ. عايزين نطلع اقول ان التهديد بوقفه ما بين جمهور الاهلي والزمالك والعراق والضرب قبل مباراه السله كان صح؟ خطأ ومليون خطأ. اذا ما استفدناش من الدروس، اذا ما استفدناش من الاخطاء، ما اعتقدش ان احنا هنتعلم، ما اعتقدش ان الدنيا هتسير بشكل جيد.